الجماهير الزملكاوية العريقة، هل أنتم مستعدون للصدمة؟ اليوم لدينا لحظة تاريخية قد تهز أركان القلعة البيضاء نفسها. رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور يخرج علينا بتصريح يفجر أكثر من قنبلة واحدة، ويحاول الدفاع عن نفسه في قضية سحب أرض 6 أكتوبر. فما الذي حدث بالضبط؟ ومن الذي قام بتدمير حلم الزمالك في بناء استاد وأرض جديدة للنادي؟ الحقيقة هي أن مرتضى منصور ربما يلام، ولكن هل هو من سحب الأرض؟ تعالوا نكشف التفاصيل كاملة. الحديث عن سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك ليس بالأمر الجديد. القصة بدأت منذ سنوات، لكن المثير هو أن مرتضى منصور نفسه خرج ليعترف في منشور له على فيسبوك بلغة مليئة بالغضب، ليس فقط لينفي أنه السبب، ولكن ليهاجم كل من تسول له نفسه بتوجيه أصابع الاتهام إليه. مرتضى منصور الذي طالما شغل جماهير الزمالك بحديثه عن القضايا الكبرى في النادي، خرج بتصريحات شديدة اللهجة ضد ممدوح عباس واتهمه بالفساد، بل وذهب أبعد من ذلك عندما ذكر أن هناك من يحاول توريطه في مسألة سحب الأرض، بل وأكد على أنه لم يقدم أي بلاغ للنائب العام بهذا الخصوص. مرتضى منصور كما هو معتاد لا يترك فرصة إلا ويهاجم فيها ممدوح عباس ويسميه بصاحب العشرية السوداء. لكن هنا مربط الفرس، هل مرتضى كان ضحية مؤامرة أم أن القصة أكبر من ذلك؟ هل فعلا كان منصور يحاول إبعاد اللوم عن نفسه؟ صراحة من الممكن أن تتفق مع مرتضى منصور أو تختلف، لكن الأكيد أن محاولاته لإقناع الجماهير ببراءته تجعل الأمر أكثر تعقيدا. إذا كنت تتابع تصريحات مرتضى الأخيرة ستجد نفسك تتساءل، هل يعقل أن يكون الرجل الذي تحدث عن مشاريع ضخمة وبيع الوهم للجماهير هو من يتنصل الآن من هذه المسؤولية، وبدلاً من أن يواجه الحقيقة يختار الهجوم على كل من انتقده؟ من الغريب أن مرتضى منصور الذي عودنا دائماً على القرارات المثيرة للجدل يتحدث الآن عن المؤامرات المزعومة حول سحب أرض 6 أكتوبر، في وقت كان فيه النادي في أمس الحاجة لتنفيذ تلك المشاريع، بينما كان هناك تعثر واضح في التنفيذ. عجيب، أليس كذلك؟ من الواضح أن مرتضى كان يعد جماهير الزمالك لشيء كبير، كان يعدهم باستاد حديث وأرض عملاقة وأشياء كلها كانت تثير الحماس. لكن أين هذه المشاريع الآن؟ هل أصبحت الأرض التي كانت حلما لآلاف الزملكاوية سرابا؟ أم أن هناك يدا خفية تلاعبت بهذه المشاريع وأخذت الأحلام بعيدا؟ لكن لا تذهبوا بعيدا، فالردود على مرتضى منصور من بعض الأشخاص المقربين منه سواء في النادي أو خارجه تدور حول تفسير آخر. فهل كان هو الشخص الذي أدخل نفسه في هذا المأزق، أم أن هناك أشخاصا في الظل كما يقول هم من أوصلوا الأمور إلى هذا الطريق المسدود؟ ولا ننسى الردود من ممدوح عباس الذي يصر على أن مرتضى هو من يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذه الفوضى، بينما منصور ينفي ذلك ويصر على تبرئته لنفسه في كل مناسبة. إذن لمن تصدقون؟ هل مرتضى منصور كان ضحية لمؤامرة، أم هو مجرد شخص يبحث عن مخرج لتبرير فشله في إدارة أكبر القضايا؟ جمهور الزمالك كله الآن مشغول بماذا سيحدث بعد هذه التصريحات، ومن سيظل يحسن إدارة النادي في المستقبل. الحديث لا ينتهي هنا. اليوم مرت سنوات على سحب أرض 6 أكتوبر، ولكن هل حصل الزمالك على حقه؟ وهل مرتضى منصور فعل ما كان يجب عليه فعله؟ هل هو من تسبب في النهاية في ضياع هذه الأرض، أم أن هناك سيناريو خفي لم يظهر بعد؟ ما رأيكم أنتم جمهور الزمالك؟ هل تؤيدون مرتضى منصور في دفاعه عن نفسه، أم أن الحقيقة تختلف عن ما يقال؟ لا تتركوا الأمر يمر بدون تعليق، شاركونا آراءكم في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن أزمة الزمالك.